بنبدأ وبنتعرف على مملكة الجنيات، وهناك عايش كائنات سحرية زي الجنيات والأقزام. كانوا عايشين في سلام دايم، وما كانش فيه ملك بيحكم المملكة عشان كلهم كانوا بيثقوا في بعض. ومن سكان المملكة كان فيه جنية اسمها ميليفيسنت، ودي مسؤولة عن رعاية الكائنات اللي في المملكة. وبنشوفها وهي بتشفي جذع شجرة مكسور، وبتطير مليفيسنت فوق المناظر الطبيعية والكائنات اللي عايشين فيها المملكة دي، وبيسلموا عليها وبتقابل 3 جنيات. وقالوا لمليفيسنت إن الحراس قبضوا على لص بشري بيسرق جوهرة من عندنا. ومليفيسنت بتقلق بعد ما سمعت الكلام ده، بتطير على هناك وبتوصل لبركة الجواهر وبتقابل لص بشري اسمه ستيفان. وحراس الأشجار دول كانوا قبضوا على ستيفان، ومليفيسنت بتهدي الحراس وبتأمر ستيفان إنه يرجع الجوهرة اللي سرقها. وستيفان بيسمع الكلام ويسلمهم الجوهرة، وبعدها مليفيسنت بتاخده للحدود عشان ترجعه لمملكة البشر. وستيفان بيقول لها إن هو في يوم من الأيام هيعيش في قصر ملك البشر، وبيعرفها إن أبوه وأمه ميتين. ومليفيسنت بيصعب عليها ستيفان وبتحس بيه لأن هي كمان يتيمة. وستيفان بيسلم عليها عشان يرجع. مليفيسنت إيديها بتتحرق بسبب الخاتم اللي في صباع ستيفان، عشان بيطلع إن الخاتم مصنوع من الحديد، والحديد بيأذي الجنيات. وستيفان لما عرف كده قلع الخاتم ورماه بعيد، وبيقول لها إنه هيرجع تاني علشان يقابلها. ومليفيسنت بتعجب جدا بستيفان بعد حركة الخاتم طبعا، وبتقعد تفكر فيه طول الليل. ومع مرور الوقت ستيفان بيجي مملكة الجنيات بشكل متكرر عشان يزور ميليفيسنت، والاتنين بيحبوا بعض وبيبوسوا بعض في عيد ميلاد ميليفيسنت ال16. وميليفيسنت بتحس بعدها إنها لقت الحب الحقيقي. ولكن من يومها ستيفان ما جاش يزور ميليفيسنت علشان ستيفان كان مركز في مهمة معينة، وإنه يبقى ملك مملكة البشر. ومع مرور السنين ميليفيسنت بتكبر وكانت عايزة تزور ستيفان في مملكة البشر، لكن في نفس الوقت كان الملك هنري بيجهز جيش عشان يحتل مملكة الجنيات. وميليفيسنت بتشوف جيش الملك هنري وهو بيقرب، وميليفيسنت كانت أصبحت الحارس العظيم اللي بيدافع عن مملكة الجنيات، وبتظهر قدام جيش الملك هنري وبتأمرهم يتراجعوا. لكن الملك هنري مش بيهتم لكلامها وبيواصل التقدم. وميليفيسنت بتجيب جيش من الغابة عشان تبدأ الحرب ما بين جيش البشر وجيش الغابة، وجيش البشر بيتهزم بسهولة جدا على إيد محاربين الغابة. وكمان ميليفيسنت اللي بتدخل الحرب وبتهاجم الملك هنري وبترفرف بجناحاتها وبتطير جنود الأعداء. وما تبقى من جيش البشر تراجع مع الملك هنري. والملك هنري بعد الهجوم بتاع ميليفيسنت بيبقى تعبان جدا وكان على وشك الموت، وبيقول لرجالته اللي هيقدر يقتل ميليفيسنت هيتولى عرش المملكة بعدي. وستيفان بيبقى من رجالة الملك وسمع الكلمتين دول، فبيروح بعدها لميليفيسنت وبيحذرها وبيقول لها ان الملك حط جايزة للي هيقدر يقتلك، وبيقول لها انت لازم تستخبي الفترة الجاية. ولكن ميليفيسنت ما كانتش مهتمة بالكلام ده، وكل اللي شاغل بالها ان حبيبها رجع لها بعد كل السنين دي، وبتسامحه انه فضل كل الوقت ده ما يجيش يزورها، وبتقرر تقضي وقت معاه. لكن دي بتطلع غلطة كبيرة جدا، لان دي كانت خطة من خطط ستيفان وهو يرجع يقابلها عشان يكسب ثقة ميليفيسنت. وميليفيسنت نامت بعد ما شربت مشروب فيه منوم، وبينما هي فاقدة الوعي ستيفان بيطلع خنجر وكان عايز يقتلها، بس هو مش بيقدر يعمل كده، وبيقرر يقطع جناحاتها عشان ياخدها ويوريها للملك هنري. وفعلا بيروح بجناحاتها للملك هنري وبيقوله انه قتل ميليفيسنت، والملك هنري بينفذ وعد وبيعينه الملك الجديد، وكمان بيجوزه بنته الوحيدة. وفي الغابة ميليفيسنت بتصحى وهي حاسة بالألم بسبب جناحاتها اللي اتقطعت، وبتقعد تزعق من الألم وبتعيط لأن قوتها ضعفت، وبتمسك الخشب تحولها لعصاية وبتتسند عليها. وبعد ما تعافت شوية بتروح لمملكة البشر وبتشوف راجل اصطاد غراب وكان هيقتله، وبتقرر ميليفيسنت انها تنقذ الغراب وتحوله لبني آدم، والبني آدم ده بيسمي نفسه زيجو. وعلشان يرد لها الجميل بيتعهد لميليفيسنت بالخدمة، وهي بتحوله تاني لشكل غراب علشان يكون جاسوس على مملكة البشر. وفعلا زيجو بيعمل كده وبيطير وبينفذ المهمة وبيقف عند شباك القصر وبيشوف تتويج الملك ستيفان. وزيجو بيروح بالمعلومات دي وبيبلغ ميليفيسنت، وميليفيسنت بتتعصب جدا ولما اكتشفت ان حبيبها ضحك عليها عشان يصبح الملك، ومن غضبها بتطلع نار خضرة للسماء. وستيفان بيشوف النار دي من القصر، وميليفيسنت بتدمر كل حاجة في طريقها من الغضب، وبتقرر انها تنتقم من ستيفان وبتتجول في المملكة عندها، وكل الكائنات بتخاف منها بسبب الشر اللي بقى جواها. وميليفيسنت بتنصب نفسها الملكة والكل بينحني قدامها. وبعد كام شهر من حكم الملك ستيفان بينتشر خبر ان الملك خلف بنت وسمى بنته أورورا. وديجو لما عرف الخبر ده بيروح يبلغ ميليفيسنت، وميليفيسنت بتبتسم ابتسامة غدر وبتقرر تعمل زيارة للملك. وفي القصر فيه ناس كتير بتيجي علشان تبارك للملك، وبيجي ال3 جنيات الطيبين كل واحدة فيهم بتقدم هدية لأورورا. وأول واحدة
بتدي الأورورا الجمال، والتانية بتدي الفرحة والسعادة، والتالتة قبل ما كانت هتقدم هديتها بتحصل رياح قوية وبتوصل ميليفيسنت وبتقول أنا متضايقة عشان محدش عزمني، والملك بيستقبلها بشكل سيء وبيقول لها أنت غير مرحب بيكي هنا. فبتضحك ميليفيسنت وبتقول أنا معايا هدية لبنتك، وميليفيسنت بتشوف بنت ستيفان وبتعمل عليه تعويذة كعقاب لستيفان، وبتعلن أورورا وبتقول إن في عيد ميلادها 16 هتجرح إيديها بمكنة الغزل وهتدخل بعدها في نوم أبدي ومش هتصحى منه إطلاقا. وستيفان بيخاف على بنته وبيطلب من ميليفيسنت السماح، وميليفيسنت بتقوله اركع قدامي واطلب مني السماح تاني. وفعلا ستيفان بيركع قدام كل النبلاء والوزراء وبيتوسل من ميليفيسنت إنها تعفو عن بنته، وفعلا قدر يقنع ميليفيسنت وخلاها تعدل التعويذة وإن أورورا هتصحى من النوم الأبدي لو لقيت الحب الحقيقي. بس ميليفيسنت برضو كانت شايفة إن مفيش حاجة اسمها الحب الحقيقي، وخصوصا بعد ما ستيفان ضحك عليها، فهي عملت التعويذة وكانت متأكدة إن أورورا مش هتصحى من النوم الأبدي. وبعدها بترجع للمملكة بتاعتها وبتكون فرحانة باللي هي عملته، وبنت جدار كبير بيفصل بين المملكتين عشان تحمي مملكتها من أي هجوم جاي من البشر. والملك ستيفان بيؤمر بتدمير كل مكان الغزل اللي في المدينة، وأمر إنهم يتحطوا في زنزانة كبيرة تحت الأرض وبسلم، وبيدي بنته للثلاث جنيات الطيبات علشان يرعوا أورورا لحد ما تتم 16 سنة. وفعلا الجنيات بياخدوها وبيوصلوها لكوخ في الغابة عشان هيربوها هناك، وبيحولوا نفسهم لستات كبيرة عشان يعرفوا يرعوا البنت. وكان الغراب ديجو بيراقبهم وعرف كل حاجة وبيروح يبلغ ميليفيسنت، وهي بتوصل لكوخ اللي فيه أورورا، وميليفيسنت بتشوفها وتحاول تخوفها وتقول لها أنا بكرهك، بس أورورا بتضحك لميليفيسنت، فميليفيسنت بيصعب عليها البنت قوي وبتسيبها وبتمشي. اما الثلاث جنيات فما كانوش عارفين يهتموا بأورورا ولا كانوا عارفين ياكلوها، والبنت بتقعد تعيط وديجو بيكون شايفهم، والبنت بتصعب عليه وبيتسلل بالليل وبياكل أورورا. وميليفيسنت من وقت للتاني تعمل حيل على الكوخ اللي فيه الثلاث جنيات وبتسبب عواصف ومطر جوه الكوخ وبتخليهم يتخانقوا. وبعد فترة ستيفان كان مهووس انه يقتل ميليفيسنت وامر الجنود انهم يحرقوا الجدار اللي هي عملته، بس ميليفيسنت بتتدخل وبفضل قوتها الجدار بيرجع لطبيعته من تاني وبتخلي الشجر اللي اتحرق يقوم يحارب جيش ستيفان. فالجنود بتخانقوا بيرجعوا بسرعة لمملكة البشر، وستيفان بيتعصب على قائد الجيش وبيضربه وبيطعن الخنجر بتاعه على الترابيزة، وساعتها بيفكر ان نقطة ضعف الجنيات هو الحديد وبيأمر ان هم يجمعوا كل الحديد اللي في المملكة. وبعد كام سنة أورورا بتكبر شوية وميليفيسنت كانت بتراقبها من بعيد، وأورورا كانت بتجري ورا فراشة وبتجري ناحية جرف، وميليفيسنت شايفة ده وما كانتش مهتمة، بس في الآخر بتقرر تمسكها وبتخلي الشجرة تمسك أورورا وترجعها لبر الأمان عشان ميليفيسنت ما كانتش عايزاها تموت قبل ما تتم 16 سنة. وفي يوم ميليفيسنت بتشوف أورورا قدامها في الغابة، وميليفيسنت بتكلمها بطريقة وحشة وبتحاول تمشيها، بس أورورا بكل براءة بتحضنها، وميليفيسنت بتبدأ تحبها شوية وبتحس ناحيتها بإحساس غريب. ومع مرور السنين أورورا بتكبر وبتبقى جميلة زي ما الجنية قالت، وبتقعد تلعب مع الغراب ديجو. وبعدها أورورا كانت قربت تتم ال 16 سنة وكانت بتتجول وشافت الجدار اللي عملته ميليفيسنت، بس ميليفيسنت وديجو كانوا شايفينها وفي 2 جنود تبع ستيفان كانوا واقفين على الحدود وشافوا ميليفيسنت وكانت لابسة العباية، والجنود عرفوا ان هي دي ميليفيسنت. وميليفيسنت حولت ديجو الذئب علشان يروح يخوف الجنود، وميليفيسنت بترمي تعويذة وبتخلي أورورا تطير في الهواء وتفقد الوعي، والجنود بيسمعوا الذئب وبيقرب منهم، ولما الذئب بيظهر الجنود بيطلعوا يجروا من الخوف، بس ميليفيسنت بتظهر قدامهم وبتمنعهم من الهرب وبترفعهم كلهم في الهواء وقعدت تخبطهم في بعض وقامت مطيراهم ناحية الأشجار، وكانت عايزة تلمس الخوذة الحديد بتاعتهم بس ايدها بتتلسع أما كانت بتقرب من الخوذة. وبعدها بتاخد أورورا اللي فاقدة الوعي وبتحطها في مكان معين عشان تشوف هتعمل ايه، وبعدها بتستخبى ورا الشجر وبتصحى أورورا وبتتفاجئ من المكان اللي هي فيه وبتندهش من الجنيات والكائنات الموجودة اللي عمرها ما شافتها دي. وفجأة الجنيات الصغيرة بتهرب لما بتشوف حاجة، وفجأة أورورا بتطلب من ميليفيسنت تخرج من المكان اللي هي مستخبية فيه، وميليفيسنت بتخرج فعلا وكانت فاكرة ان أورورا هتخاف من المناظر والكائنات اللي هنا. وأورورا بتبتسم اول ما بتشوفها وبتقول لها انا دايما كنت بحس بيكي وانا صغيرة وان انتي كنت بتاخدي بالك مني وبتحميني. وبيوصل الغراب ديجو، وأورورا كان بالنسبة لها برضو ان الغراب ده مألوف، وميليفيسنت بتحوله لبني ادم، وديجو بيسلم عليها وبيعرفها ان هو الغراب اللي كان بيلعب معاها وبيأكلها، وميليفيسنت بتفرجها على كائنات المملكة، وأورورا بتلعب معاهم وكانوا كلهم مبسوطين وبيضحكوا. وبعدها ميليفيسنت بتعمل عليها سحر وبتخليها تفقد الوعي،
ميليفيسنت بتنيمها على السرير وبتبص عليها وبتكون حبتها زي ما تكون بنتها، وحاولت ميليفيسنت تبطل اللعنة اللي هي عملتها عليها وهي صغيرة، لكن ميليفيسنت بتفشل لأن اللعنة كانت قوية جدا. وميليفيسنت مع تقدم العمر ما بقتش نفس القوة بتاعت زمان. وبنروح للملك ستيفان اللي ما كانش بينام وكان بيكلم الجناحات بتاعت ميليفيسنت وبيقول أنا متأكد إن اللعنة أما تروح ميليفيسنت هتيجي لحد هنا وساعتها هكون مستعد. والملك ستيفان كان مهووس بالانتقام لدرجة إنه ما راحش يشوف مراته وهي بتموت. وتاني يوم أورورا بتيجي وتقعد مع ميليفيسنت كانت عايزة تصارحها وتقول لها عن اللعنة، بس أورورا بتقاطعها وتقول لها أنا بكرة هتم 16 سنة، وبتقول لها أنا عايزة أعيش معاكي هنا لأنها حست بالارتياح لميليفيسنت والكائنات الموجودة، وبتقول لها إنها هتروح تبلغ خالاتها الجنيات التلاتة وهتيجي. وميليفيسنت بتشجع فكرة إنها تيجي تعيش معاها جدا عشان تقدر تحميها من اللعنة. وبيظهر شخص تايه اسمه الأمير فيليب من مملكة مجاورة وبيقابل أورورا وبيسألها إزاي يروح لقصر الملك ستيفان. وأورورا بترجع خطوتين لورا وكانت هتقع، والأمير فيليب بيمسكها بسرعة والاتنين بيحسوا بالانجذاب لبعض. وبعدها أورورا بتشاور له على مكان القصر بتاع الملك وفيليب بيشكرها وبيمشي. وميليفيسنت وديجو كانوا بيراقبوا الموقف ده من بعيد، وديجو بيقول لميليفيسنت إن لو أورورا حبت الراجل ده اللعنة هتزول من عليها، بس ميليفيسنت بتقول له مفيش حاجة اسمها الحب الحقيقي. وديجو مش بيعجبه ردها وبيسيبها وبيمشي. وفي الكوخ الثلاث جنيات كانوا بيتكلموا عن أورورا وإن الملك ستيفان أمر إن أورورا ترجع لهم بعد ما تتم 16 سنة بيوم. وأورورا فجأة بتدخل عليهم وبتقول لهم إنها عايزة تعيش مع ميليفيسنت، والتلات جنيات بيتفاجئوا وبالغلط جابوا سيرة أبو أورورا. وأورورا بتتصدم لأن الجنيات كانوا مفهمينها إنها يتيمة، والجنيات اضطروا يحكوا كل حاجة لأورورا. وأورورا بتتضايق من اللي سمعته وبتروح لميليفيسنت وبتواجهها وتقول لها ليه رميتي عليا اللعنة. وميليفيسنت وهي ندمانة بتحاول تقرب منها بس أورورا بتخاف وبتقول لها ما تقربيش مني تاني وبتسيبها وبتمشي. وميليفيسنت بتحس بالذنب من اللي عملته وبتأمر ديجو إنه يدور على الأمير فيليب. بعدها أورورا بتركب على حصان وبتروح لقصر الملك، ووقتها كان الملك ستيفان كان بيحط خطة مع رجالة للهجوم على مملكة ميليفيسنت. وساعتها بتدخل عليه أورورا، وبدل ما يرحب بيها لأن دي أول مرة يشوفها من ساعة ما اتولدت، ستيفان بيزعق لأنها جت قبل عيد ميلادها 16 بيوم. وأمر الجنود إنهم يحبسوا أورورا لحد ما عيد ميلادها يخلص، ورجع لرجالته عشان يكملوا خطة الحرب. والجنيات التلاتة بيروحوا بسرعة للقصر عشان يدوروا على أورورا. وأورورا في الأوضة بتحس بحاجة غريبة في صباعها وبتنجذب لا إراديا من الحيطة، وبتلاقي باب ورا الستارة وبتزوق الخدامة اللي واقفة عليه وبتطلع تجري. وعلى الناحية التانية ميليفيسنت بتلاقي الأمير فيليب، وميليفيسنت بتنيمه فورا وبتحول ديجو لحصان وبتركبه وبتتحرك على قصر الملك ستيفان. وعملت سحر على حصان الأمير فيليب عشان يمشي وراها، وفي خطوط خضرا بتظهر على صباع أورورا وعينها بتتحول للون الأخضر وبتمشي تحت تأثير السحر وبتروح للزنزانة اللي فيه كل مكان الغزل المدمر. وميليفيسنت لسه في السكة والشمس قربت تغرب، وفجأة في ضوء أخضر بيطلع من واحدة من مكان الغزل. وأول ما ميليفيسنت وصلت للقلعة أورورا عورت صباعها في مكان الغزل وبتقع أورورا من طولها وبتدخل في النوم الأبدي. وبتدرك ميليفيسنت إن اللعنة اشتغلت، والخادمة لقت أورورا واقعة على الأرض. وبالرغم من ميليفيسنت عارفة إنه ممكن يكون معمول لها فخ من ستيفان، لكنها بتدخل القصر والثلاث جنيات بيدخلوا الأوضة اللي نايمة فيها أورورا، وستيفان بيحملهم المسؤولية وإنهم فشلوا على حماية أورورا. والجنيات بيقولوا ما تقلقش هي نايمة بس شوية. وستيفان بيتعصب عليهم لأن أورورا دخلت في النوم الأبدي، وبيمشي علشان يستعد للمعركة الأخيرة ضد ميليفيسنت. وبتوصل ميليفيسنت عند مدخل القصر وبيكون محصن بالحديد، بس ميليفيسنت مش بيهمها وبتعدي منه بحذر شديد. وديجو وراها شايل الأمير فيليب. وأما دخلوا بنجاح للقصر ميليفيسنت بتضرب كل الحراس وبتفقدهم الوعي وبترمي فيليب قدام أوضة أورورا. وأمرت الثلاث جنيات إنهم ياخدوا فيليب لأورورا، وفعلا كان فيليب معجب بأورورا. وميليفيسنت كانت بتراقب اللي بيحصل والجنيات بيشجعوه يبوس أورورا. ولما فيليب عمل كده عشان يعبر عن حبه الحقيقي ليها مش بيحصل حاجة وبتفضل نايمة. هما بيحبوا بعض بس لسه بدري عشان يعتبر ده حب حقيقي. والجنيات بيرموا فيليب بره الأوضة، وميليفيسنت بتقول أنا كنت متأكدة إن مفيش حاجة اسمها حب حقيقي. وبتقرب منها وبتعيط وبتتأسف لها على اللي هي عملته وبتقول لها إنها تفتقدها جدا وبتبوسها على جبينها. وفجأة أورورا بتصحى وهي بتضحك وبيطلع إنها صحيت لأن حب ميليفيسنت ليها كان حب حقيقي. وساعتها بيعرف ستيفان إن ميليفيسنت موجودة في القصر. ووقتها كان ميليفيسنت وأورورا ماشيين لأن أورورا كانت عايزة تعيش مع ميليفيسنت، وبتتقدم ميليفيسنت لوحدها عشان تضمن إن السكة أمان. لكن في شبكة حديدية بتقع على ميليفيسنت وهي بتفضل تتألم من الحديد وجسمها بيتحرق، والجنود بيظهروا وبيفضلوا يضربوها بالرمح. فميليفيسنت بتحول ديجو لتنين وبيبدأ يهاجمهم ويولع فيهم وبيبدأ يحرر ميليفيسنت، والسقف بيبدأ يتدمر بسبب نار التنين.
فأورورا بتهرب وبتدخل الأوضة اللي فوق، بس الجنود بيقدروا يسيطروا على التنين، والجنود المتبقيين بيحاطوا ميليفيسنت بالدروع. وفي نفس الوقت أورورا بتلاقي جناحات ميليفيسنت موجودة جوه القفص، والملك ستيفان بيظهر وهو لابس بدلة حديد كامل وبيهاجم ميليفيسنت بسلسلة حديد، وأورورا وقعت القفص اللي فيه الجناحات وبيتكسر، وستيفان عمال بيتريق على أورورا علشان ما عندهاش جناحات، وعمال بيرميها يمين وشمال بالسلسلة، وكان بيجري عليها عشان يقتلها. لكن فجأة الجناحات بتطير وتلتئم في جسم ميليفيسنت، وبتطير ميليفيسنت وقوتها بترجع لها من تاني، وبتوقع نجفة مولعة على الجنود وبتحرر زيجو، والجنود بيهاجموها بالسيوف، بس الكلام ده مش بيأثر فيها زي الأول. وستيفان ربط رجليها بالسلاسل، بس ميليفيسنت بتاخده هو والسلسلة وبتطير بيه بره القصر وبترميه فوق البرج وبتضربه وبتخنقه، لكن مش بتقدر تعمل كده، وبتقوله القتال خلص وقامت سايباه وماشية. بس ستيفان كان عايز يغدر ويهاجمها من ورا، وبيقعوا هما الاتنين من على البرج، لكن ميليفيسنت بتطير وبتسيب ستيفان يلقى حتفه ويموت، وبتنزل ميليفيسنت وبتتضايق جدا ان الامور وصلت لكده. وتاني يوم ميليفيسنت لغت الجدار الفاصل ما بين المملكتين، ورجعت المملكة جميلة ومشرقة زي الأول، وبتوحد مملكة البشر مع مملكة الجنيات، وبتنصب أورورا ملكة لمملكة البشر.